السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده عندنا فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. رمضان يجي بالخير واليوم علينا كلنا يا رب، اللهم امين. قبل ما ابدا بالفيديو ابتدي بذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى تجهيزات لرمضان زي ما انتم شايفين. طبعا انا قلت لكم الفيديو اللي فات بتاع المخلل الفلفل الحار، عايزه اقول لكم ان هو تحفه جدا، وهوريه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله يعجبكم. والنهارده هنعمل اللفت. تمام. اللفت والفلفل بالنسبه لي المخللات المميزه جدا بالنسبه لي، والجزر كمان. تمام. عايزه اقول لكم ان طريقه اللفت دي جامده جدا وبتقعد معاكم زي ما بتاكلوا اول واحده لغايه اخر واحده. تقولوا لي ازاي؟ هقول لكم زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه بنضفها كده زي ما انتم شايفين وبقطعها. بقطع الزيادات اللي مش حلوه. طبعا انا كنت بشرح لكم. طبعا لما تجيبوا اللفتايه نفسها صغيره، ما تكونش كبيره. الكبيره بتبقى مش حلوه من جوه وبتحسوا ان هي مليفه كده ومش حلوه. اما الصغيره بتبقى ناشفه كده من جوه وجميله وطعمها مسكر. تمام. اما الكبيره شويه بتبقى مليفه، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مسكره ولا بيبقى ليها اي طعم. تمام. عندك الجذور الخضرا دي، انا طبعا حماتي ما بترميهاش بصراحه، بتبقى مقرمشه كده في المخلل وبتبقى حلوه. ولكن انا رميتها، استغنيت عنها يعني، ما خدتش منها غير كام واحده. تمام كده. عايزه اقول لكم كمان معلومه، ان انتوا ما تقشروش اللون الموف ده عشان يعزز الميه بتاعه اللفت ويخلي لونها جميل. تمام. بصوا هنا بقى انا بوريكم اللفتايه الكبيره عامله ازاي، والفرق بين الكبيره والصغيره. وطبعا دقتهم قبل ما اقول لكم. والله العظيم يا جماعه ما فيهاش اي طعم، ملهاش اي طعم. اما التانيين الصغيرين تحسوا ان هما كده ايه، مسكرين كده وطعمهم حلو. تمام. بصوا طبعا انا قشرت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين وغسلتها غسله كويسه. وطبعا اللي احتجت ان انا اقشرها في اللون الموف ده، ولو فيها حاجه تقشروها طبعا. تمام. انا قشرتها كده ونضفتها وخليتها زي ما انتم شايفين كده قمر. تمام. عندك هنا البطرمان بتاعك النظيف المتعقم المغسول كويس جدا. طبعا تغسليه كده وتنشفيه وتظبطيه. تمام. وبعد كده تجيب اللفت بتاعك اللي انت غسلتيه واديتيله الدش الحلو المحترم. تقطعيه كده زي ما انت شايفه. عايزه تقطعيها 4 تقطعيها، عايزه تقطعيها اكتر من 4 براحتك. تمام. الحريه ليكي وانطلقي زي ما انت حابه. طبعا انا قطعتها كده 4 وبقيت انزلها زي ما انتوا شايفين كده. المحلول بتاعها بقى زي اي محلول، بس لازم الملح بتاع المخلل يكون مظبوط. تمام كده. طبعا انا مش هقول لكم ان انا كنت محترفه في المخلل وكنت شاطره، لا خالص. في ناس كتير يعني، وانا كنت من ضمنهم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. انا ما كنتش اعرف ان انا اعمل مخلل، او كنت بعمله وما كانتش بتبقى ناجحه معايا لاني كنت بحط مثلا الملح قليل. تمام. طبعا انا هنا نزلت بكوبايه الا ربع من الملح، وتلات اربع معالق كده من اللفت. لفت ايه؟ سوري. الخل. وحطيت معلقتين من السكر. تمام. السكر زي ما قلت لكم بيساعد على عمليه التخليل بتاع المخلل بتاعنا وبيخلي طعمه حلو. والمخلل برضه هو مش جاي معايا النهارده. الخل بيخلي طعمه حلو قوي، وكمان مع السكر. تمام. بس كده. طبعا انا ظبطت كده المحلول بتاعي والملح والسكر والخل كده، وقلبتهم كده تقليبه كويسه. ونزلت بيهم على البطرمان القمر ده اللي شكله يفتح النفس من قبل ما يتخلل. وبعد كده جبت العلبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيها اللي فضل معايا. طبعا في الفيديو اللي فات انا حطيت حبه فلفل في علبه زي كده، بس طبعا الفلفل جفل فوق فما ينفعش، فانا نقلته على بطرمان تاني زي ما انا قلت لكم برضو. لكن اللفت عادي جدا، اللفت بتاكليه تاني يوم او تالت يوم بالكتير. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجه بالله عليكم اللايك. طبعا انا جبت لكم الفلفل اللي انا عملته. الفرق بين ده وبين ده يومين. بصوا ما شاء الله على لونه حلو قوي. وطبعا ديت نتيجه الملح مظبوطه. تمام. لو الملح مش مظبوط هيبقى معاكم غامق، مش اللون الاصفر ده. واشوفكم على خير وانتظروني في الفيديوهات اللي جايه. باي باي.